هذه وصفة قديمة عمرها تقريباً 50 سنة، وكانت من أشهر الحلويات في السبعينات والثمانينات، وما زالت ناجحة ولذيذة حتى اليوم. نبدأ بوضع كيلو واحد من الرمان في الخلاط، ثم نصفيه جيداً باستخدام مصفاة للتخلص من البذور. نضع عصير الرمان في قدر كبير، نضيف 100 غرام سكر و70 غراما نشا، ونخلط جيداً. نرفع القدر على النار مع التحريك المستمر حتى يتكاثف الخليط، ثم نسكبه في قالب مكعبات الثلج، وندخله إلى الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل. في وعاء كبير نضيف 3 بيضات وكوب سكر، ونخفق جيداً حتى يصبح الخليط رغوياً. نضيف 80 مللتر زيت نباتي، 200 مللتر ماء، وكوبين دقيق، ونخلط جيداً. ثم نضيف ملعقة كبيرة بيكنج باودر، ونخلط مرة أخيرة. نسكب الخليط في قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق، ثم نضيف مكعبات الرمان المتجمدة فوقه. ندخله فرناً محمى مسبقاً على 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة. وبهذا تكون الوصفة جاهزة. إلى اللقاء في وصفة جديدة. باي باي.